نبدأ الفيديو القوي الحماسي اللي كله طاقة إيجابية ونشوف الأكل ده اتعمل ازاي. يلا بينا. دي دي سلطة خيار بالزبادي بس تحفة أوي، ودي فتة شاورما بس حاجة عظمة. تعالوا بقى نشوف البطاطس بتاعتنا النهارده. بطاطس لا زيت. بصوا الألوان ماشي انا قلت فاهيتا 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 وينزل يا باشا. كل في الحراق كمان. ماما يلا بينا نبتدي الفيديو ونشوف الأكل ده اتعمل ازاي. يلا بينا. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله، وما يحلى الكلام إلا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا نبدأ الفيديو القوي الحماسي اللي كله طاقة إيجابية. معايا نص كيلو من البانيه. أعمل إيه النهاردة؟ عندي عزومة وصاحبتي وكنت في مشوار وقالت لي أنا جاية أتغدى عندك النهاردة، وأنا كنت مطلعة نص كيلو بانيه للعيال. أعمل إيه؟ قعدت كده أشغل دماغي. ما الست الشاطرة تغزل إيه برجلي. خليكم معايا. نجيب بقى كوبايه زبادي ونجيب ملح ونجيب فلفل ونجيب توابل فراخ ونجيب توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وصويا صوص، وهنحط كمان صوص الباربيكيو. صوص الباربيكيو هنا بيلعب دور جامد جدا، بيدي لشاورمة الفراخ. انا هعمل شاورمة الفراخ، وبيدي هنا بقى تيست عالي للشاورما بتاعتي، طعم كده مدخن، ومعلقة خل. ودي كانت التوابل بتاعتي النهارده. تمام. فنبدأ بقى نقلب كل الخليط ده كله مع بعضه لغاية ما تجانس مع بعضه، ونبدأ ننزل بنص كيلو من البانيه اللي أنا هعمل منه وليمة النهاردة. أيوة، خدي مني أفكار كده وشوفي يعني هيحصل إيه النهاردة. نقلب بقى كل الكلام ده كله، وما عنديش وقت إن أنا أنقع في البانيه. عملته أول حاجة عشان يقعد كده نص ساعة عقبال ما أشوف التحضيرات التانية اللي ورايا. أيوة، مستعجلة يا جماعة، وصاحبتي زمانها جاية. أعمل إيه؟ فأنا كان عندي نص كيلو من الرز البسمتي، الحباية الطويلة البيضة، هنزل عليها بميه سخنه عشان يتنقع شويه، ونحط له معلقه خل عشان الحبايه تطول كده وتبقى جميله معاكي. تمام. نحطه بقى على الحوض ونجيب بقى شويه خضار معانا. هتعملي ايه؟ هعمل بطاطس محمره، هعمل بقى لزوم بقى حاجات بقى ايه شاورمه الفراخ النهارده. معايا بطاطس هنا، وطريقتي في تفريز البطاطس هوريها لكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. البطاطس بقى طالعه جديد، ونبدا بقى ننزل بميه سخنه على البطاطس بس كده، ونسيبها بقى شويه عشان هقليها في الاير فراير بتاعتي النهارده. اكل صحي بقى، وحبيبتي وصاحبتي جايه ما استخسرش فيها اي حاجه. ونبدا بقى نقطع البصل بتاعنا جوانح، البصل الاحمر الخطير نقطعه كده جوانح مع بعض، ونبدا بقى نجهز الخضار لزوم الشاورما بتاعتنا. كده قطعنا البصل تمام، وهنقطع بقى الفلفل الالوان احمر واصفر بردك كده جوليان طويل برضو، والفلفل الاحمر برضو جوليان، وفلفل رومي. ومعانا هنا بقى ايه فصين من الثوم لزوم الاكله بتاعتنا. هتعملي ايه تاني؟ هعمل سلطه طحينه، وهعمل سلطه خيار بالزبادي. بس بقى الايه السلطه بتاعتي النهارده هتروح في حتة تانية خالص. اتفرجوا على الفيديو وشوفوا بقى ايه الحركات بنقطع بقى فلفل مكعبات صغيرة لزوم الرز البسمتي، والجزر لزوم الرز البسمتي. ومعايا هنا طماطم هبشرها. تمام. وهنجيب بقى حلة او صينية او ووك زي ما انت حابة. انا هعمله في صينية بلدي بتاعتي، وهخرط فيه بصلاية صغيرة تمام او متوسطة. تمام كده حضرنا حاجتنا وقطعنا كل حاجة. نروح بقى على البوتاجاز ونشتغل بقى ونبتدي المهمة بتاعتنا. تمام.
اللي وصل معايا لغاية هنا ما ينساش يحط اللايك والاشتراك والكومنت الحلو منك. لو أول مرة تشوفيني حطي بقى اللايك، حطي شايفاكي حطي اللايك. ونبدأ بقى نجيب مكعب من الزبدة وحبة زيت، والزبدة والزيت هنا في الأكلة دي بتبقى حلوة قوي. نحط واحدة ليمون ونحط واحدة قرفة، وننزل ببهارات ورق لوري وحبهان ومعلقة قرفة وحبة فلفل اسود وبهارات الكبسة. تمام. وننزل بقى بالجزر المبشور، وننزل بالطماطم المبشورة، وننزل كل ده يتشوح مع بعضه شوية، وننزل بالرز بتاعنا المتصفي والمنقوع شوية. تمام. الخطوة دي أساسية هنا. بتسرع معايا التسوية بسرعة، وبقلل في كمية المية بقى لأنه منقوع شوية. نقلب بقى كل الكلام ده كله مع بعضه. تمام. ونحط له هنا كوبايتين من المية، لان انا نقعاه وواخد راحته وهيستوي معايا بالظبط بسرعة. تمام. بالظبط بسرعة حلوة دي، بالظبط بسرعة. ننزل بقى بالفلفل الالوان اللي قطعناه مكعبات وقرن فلفل سبايسي، ونظبط الملح بتاعنا، وكده بقت الدنيا معايا تمام. نغطيه بقى وننقله بقى على العين التانية. تمام. ونبدأ نجيب بقى حلة تانية أو وok تاني، ونبدأ بقى ننزل بمكعب من الزبدة، وننزل بحبة من الزيت. تمام. ليه؟ لأن أنا بقى هعمل الشاورما هنا. سامعين بقى الصوت ده بقى لازم يبقى مهم جدا. تنزلي بالفراخ تعمل فيش كده، ايوه، تاخد صدمه كده في الزبده والزيت، وتبداي بقى تقلبي كل الكلام ده كله لغايه ما لونها كله يتغير، وتبداي تنزلي بالخضار اللي قطعناه جوليان مع بعض. ننزل بالبصل وننزل بالفلفل ونقلب، ونزود بقى هنا ملح وفلفل تاني عشان الخضار بتاعنا مش حايق. ونبدأ بقى نقلب كل الكلام ده كله مع بعضه، ونحط ربع كوباية من المية، ونغطي عليها ونسيبها بقى تتسبك مع بعضها وتتشكشك مع بعضها. تمام. كده خلصنا. كده خلصنا الحمد لله. يعني أغلبية الحاجات أو أساسية الأكلة بتاعتي النهاردة. تمام. نروح بقى نغسل البطاطس، وتعالوا بقى اوريكم الاير فراير الجميله الخطيره اللي بنصح بجد. انا اتاخرت في شراء الاير فراير دي قوي، فانا النهارده بقى جبتها وقلت احمر معاكم البطاطس واوريكم بجد. يعني مش قمه الروعه بجد، وصحيه في نفس الوقت. تمام. احط بس الفيشه بتاعتها، وابدا بقى اجيب الدرج بتاعها وارش رشه من الزيت. بصوا رشتين بس، انتوا هتشوفوا بعينيكم رشتين بس. ونبدا بقى نرص البطاطس بتاعتنا فين؟ في الاير فراير بتاعتنا. تمام. قولوا تمام. رحتوا مني فين؟ ما تتوهوش. النهارده العزومه بتاعتي هتبقى خطيره. دخلنا بقى الاير فراير وظبطنا على البطاطس بتاعتنا وسبناها 15 دقيقة. تمام. نجيب بقى معانا عيش سوري او عيش شامي زي ما انت حابة. هقطع العيش ده مكعبات، وهبدأ بقى اجيب المقص واقطعه عشان يديني شكل المكعبات بالظبط، ويبقى زيه زي بتاع المحلات بالظبط والمطاعم. تمام. معايا هنا بقى طحينه دوبتها بشويه ميه سخنه، وههرس لها فصين من الثوم. مستعجله ما فيش الهون النهارده، مستعجله، وقلت دي اللي هتنجز معايا تهرسهم لي قوام كده، وحبه ملح وحبه كمون. ونبدا بقى نحط معلقتين مايونيز اللي هيخلوا الطحينه بتاعتي في حته تانية خالص. والله العظيم جربوا بس التست دوت هيديكوا طعم خطير، وعصرة ليمونة كده صغيرة كمان في الاخر، وكده الطحينة بتاعتي كانت خلصت. تمام. ظبطي بقى ملحها، ونبدأ بقى نخش على التقيل التاني. هنعمل سلطة زبادي بالخيار والنعناع، ونهرس لها بردك فصين من الثوم كده بسيطة. تمام. مش كتير قوي.
وابدا بقى انزل بمعلقتين 3 مايونيز كبار على الزبادي بتاعي وعصره ليمونه كبيره. تمام. ونبدا بقى نقلب كل الكلام ده مع بعضه، وننزل بحبه ملح وحبه نعناع مجفف. تمام. النعناع هنا بيخليها في حته تانية. ونجيب بقى الخيار بتاعنا ونبدا نبشره وننزل على الزبادي بتاعنا، ونبدأ بقى نقلبه كده، نديله تقليبة، ونجيب طبق التقديم بتاعنا، ونبدأ نغرف سلطة الزبادي بتاعتي الخطيرة. عايزة اقول لكم هتجربوها، طلعة تحفة جدا. نعمل لها بقى شوية كده منظر. ما انا صاحبتي لازم ادلعها، فاعمل لها كده شغل مطاعم وحاجة فاخر من الاخر عشان تتشرب بيا. بصوا بقى هنا البطاطس بقول لكم خطيرة. اللي ما جابش الاير فراير لغاية دلوقتي فايته كتير قوي بجد صحية وخطيرة. كده بقى كانت البطاطس معايا فاضل لها كام دقيقة كمان، وكانت الفراخ او الشاورمة الفراخ بتاعتي كانت اتسبكت واتشكشكت وبقت خطيرة. والرز بتاعي كمان بقى معايا ممتاز. بصوا خطير، لونه كهرمان، حاجة كده شغل مطاعم من الآخر. ونبدأ بقى ناخد الأكل بتاعنا ونغرف. وكده أنا وصلت لنهاية الفيديو. فاضل معايا بس نحمر العيش بتاعنا لزوم فتت الشاورما النهارده. ايوه، ما فتت الشاورما دي يا جماعه والله يعني جربوها بس في البيت هتطلع معاكم خطيره. نحمر بقى العيش وناخده معانا ونروح بقى ناكل، وبألف هنا وشفا على قلوبكم الصافية الطيبة، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب جميعا. بصوا البطاطس والله العظيم تحفة. تعالوا بقى نغرف الأكل مع بعض ونشوف راح لغاية فين. يلا. بص الرز ما شاء الله مفلفل، وكل حبايه كده يعني المخصمه التانية. ونبدا بقى نحط الشاورما على الرز بتاعنا. وكده صاحبتي خلاص كانت طالعه، وكنت بحضر بقى عشان ناكل انا وهي. ونبدا بقى نحط شاورمه الفراخ على الرز بتاعنا، ونبدا نحط العيش حواليه كده يعني حواليه كده، ونبدأ ننزل بالبطاطس الكريسبي ومعلقتين كده بقى طحينة على الوش. تروح بقى معاكي وحبة بقدونس لزوم التكتكة. وتعالوا بقى ندوق مع بعض. يلا. ودي فتة شاورما بس حاجة عظمة. تعالوا بقى نشوف البطاطس بتاعتنا النهارده. بطاطس لزقت. بصوا القرمشة، بصي يا لوجي، دي قرمشة، حاجة بقى صحية من غير زيت كتير. ماما شوية فلفل اسود، وهنا شوية فلفل اسود برضه. حطي ملح. وكده بقى بصوا الاكل كان رائع. عايزه اقول لكم ان الولاد انبهروا بيه. بصوا الجمال، بصوا البطاطس لما اتقلت في الاير فراير غمزيها كده خطيره، والفراخ دايبه. جربوها خطيرة اقسم بالله روعة. أقول بقى باي باي، وفي حلقة جديدة من عائلة ماما روما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.